برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع الدولي الألماني كريم أديمي حتى عام 2031. أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا تعاقده مع الدولي الألماني كريم أديمي قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو 2031، وذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تدعيم صفوف الفريق الأول استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد. ويحمل كريم أديمي الجنسية الألمانية إذ ولد بمدينة ميونخ في 18 من يناير عام 2002، وينحدر من أصول مختلطة، فوالده نيجيري بينما تعود أصول والدته إلى رومانيا. ورغم أحقيته في تمثيل منتخب نيجيريا فقد اختار الدفاع عن ألوان المنتخب الألماني الذي تدرج ضمن مختلف فئاته السنية قبل أن ينضم إلى المنتخب الأول ليصبح أحد أبرز المواهب الهجومية في كرة القدم الألمانية. ويعد أديمي من أبرز اللاعبين الشباب في القارة الأوروبية لما يتمتع به من سرعة فائقة ومهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على المراوغة وصناعة الفرص، فضلا عن مرونته التكتيكية التي تمكنه من شغل عدة مراكز في الخط الأمامي سواء كمهاجم صريح أو جناح أيمن أو أيسر، وهو ما يجعله إضافة نوعية للمنظومة الهجومية للفريق الكتالوني. ومن المنتظر أن يوفر انضمام اللاعب خيارات هجومية أوسع للمدرب هانسي فليك الذي سبق لها الإشراف على أديمي ضمن المنتخب الألماني، ويعول عليه في تعزيز القوة الهجومية للفريق والمساهمة في تحقيق أهداف النادي على المستويين المحلي والقاري خلال المواسم المقبلة. وتعد هذه الصفقة من أبرز تعاقدات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل سعي إدارة النادي إلى بناء فريق أكثر تنافسية قادر على مواصلة حصد الألقاب واستعادة مكانته بين كبار الأندية الأوروبية بالاعتماد على عناصر شابة تمتلك إمكانات فنية وبدنية عالية، وفي مقدمتها كريم أديمي